هتقول لأ لحاجة أنت فعلا مش عاوزها، هتقدر ساعتها تحس معنى حاضر ونعم اللي أنت عاوزها. لو فضلت تقول حاضر 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 على حاجات أنت مش عاوزها، هتفضل عايش ندم طويل مش هتقدر تخلص منه. هتفضل تخسر نفسك ببطء، مرحلة مرحلة، لحد ما تلاقي نفسك لا مبالاة، كل حاجة حاضر، طيب يلا نخرج، يلا نعمل، يلا، من غير ما يكون لك أي قرار. فأنت بالتالي بتدمر كل خطوة كنت ممكن تاخدها عشان تنجح وتوصل لحاجة حلوة، لمستقبل والهدف أنت كنت تتمناه وتتمنى إنك توصل له. بص لنفسك كده وشوف كام حاجة قلت عليها طيب وحاضر وأنت مش عاوزها، قلت عليها نعم وأنت مش عاوزها. هتشوف نفس أنت خسرت مين، خسرت قد إيه بعدها، هتلاقيك خسرت نفسك بس. صدقني لا، تستاهل الراحة اللي تيجي بعدها. لو ندمت على لا دقيقة دقيقتين ساعة يوم، هترتاح بعدها عمر بحاله، لأنك نفسيا هتبقى هادي ومرتاح ومطمن، لأنك خدت قرارك بنفسك على على أولوياتك وعلى خطواتك وعلى الرؤية اللي أنت شايفها. أنت خدت قرارك بما يتراءى ليك ولمستقبلك ولحياتك. ساعات هي معادلة، المعادلة لا إما نفسك لا إما غيرك. كسبت نفسك هتفضل نفسك تتعزز وتزيد، خسرت نفسك مقابل الكفة التانية فهتلاقي نفسك أنت الخسران.